على ميعاد معاك كل ليلة، ليلة فرحة بتتم عيلة، ضحكة في عيون الحبايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض حاجة حلوة جدا. هنعمل صوابع زينب. خلاص، هنعملها بطريقة سهلة قوي بجد، مفيش اسهل من كده، والطعم بيطلع تحفة، احلى بكتير قوي من بتاعت بره. خلاص، ده اول حاجة بعمله معايا. بعمل العسل. بعمل عسل تقيل، بحط كوباية ونص سكر عليها كوباية ونص مية. خلاص، العسل بتاعها بيكون تقيل عشان تبقى معانا طعمها مقرمشة وحلو. هنا المقادير معايا. هجيب كوبايتين دقيق، دي الكوباية صغيرة. بصوا، اهم حاجة الكوباية اللي عاير بيها مغيرهاش. خلاص يا حبايبي، عايزة تعاير كوباية كبيرة عايري، عايزة تعاير بكوباية صغيرة عايري. انا دي بالنسبة لي ككوباية صغيرة، انا عايرت بيها كوبايتين دقيق عادي من الابيض بتاعنا العادي. وهنحط عليهم كوباية دقيق سيمولينا اللي هو بتاع البسبوسة، بنجيبه من عند العطار. خلاص يا حبايبي كده، فانا الكوبايه اللي بعاير بيها دي هي اللي بعاير بيها دقيق البسبوسه. خلاص، حابه تعمل اي كوبايه تعجبك، المهم ان انت تعملي المقادير بالظبط كده. كوبايتين دقيق وكوبايه دقيق بسبوسه، اللي هو دقيق السمولينا الساده اللي معلوش اي نكهه ولا اي حاجه. خلاص، وبعد كده هحط معلقتين سكر كويسين، دي معلقه من اللي احنا بناكل بيها عادي، معلقتين سكر. واحط عليها نص باكت خميره، هي مش بتحب الخميره الكتير لان احنا اصلا مش بنحتاجها ان هي تخمر قوي. خلاص، فبنحط بس حبة خميرة صغيرين علشان تديها ترفعها عشان متبقاش معانا مكتومة. خلاص، انا بحط نص الباكت كده زي ما احنا شايفين، بحطه على السكر عشان ايه يتفاعل معايا بسرعة. خلاص يا حبايبي، وبعد كده احط رشة الملح بتاعت الدقيق. خلاص على كده، بس بنحط الملح. انا كنت بكمل نص الباكت، انا حطيت نص باكت بالظبط. حابه تقللي سنه مفيش مشكله، عشان ما تنفخش معانا في الزيت وتطلع الصباع مظبوط والرسمه بتاعتها ما تروحش. ورشه الملح انا حطيتها بعيده عن الخميره عشان ما تموتليش الخميره. خلاص كده، انا كده خلاص كل كده المقادير معايا كده تمام. اقلب المقادير الجافه كلها مع بعض لغايه لما تختلط كلها ببعضها. خلاص، انا ما حبيتش اسرع الفيديو ده قوي عشان تبقى ايه الدنيا معاكم واضحه، ما تبقاش في اي تفصيله فاتكوا يعني. خلاص يا حبايبي، يا ريت بس ما ننساش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. في كتير قوي بيتفرج بس مش مشترك في القناه، يا ريت اللي بيتفرج وتعجبه القناه يشترك فيها. خلاص، هنا انا هحط بقى كده معلقه سمنه كبيره محترمه. اي سمنه موجوده عندك حطي، يا حبات حطي سمنه بلدي مفيش مشكله، سمنه عاديه مفيش اي مشاكل خالص. خلاص، انا هحط كده معلقه السمنه بتاعتي زي ما سمنه عاديه خالص درجه حراره الغرفه. ما تبقاش ساقعه قوي وما تبقاش كمان سايحه. هنفضل بقى افرك الدقيق كله في السمنه لغايه لما احس ان الدقيق كله اتشرب السمنه زي ما احنا شايفين كده. حسها كده بقت ايه مرمله شويه. ليه؟ علشان ما تعملش عرق معايا وانا بعجنها. هي اصلا ما بتتعجنش، هي بتتلم بس. فانا بعمل كده عشان الدقيق كله اتشرب السمنه، ولما اجي اعجن ما تعملش عرق معايا. تمام، انا بقلبها كده زي ما انتم شايفين، بفركها بصوابعي لغايه لما شرب الدقيق كله السمنه. خلاص، شفت انا طلعت بتاعت سودا كده من السكر دي. على فكره كانت حاجه زي معدن كده، انا فاتحه كيس السكر يعني، انا مش مفضيه في علبه وقلت جات مني انا في البيت. لا لا لا، نخلي بالنا يا جماعه كويس جدا. حتى كيس السكر مغلف فيه بتاع معدن كده، معرفش دي عباره عن ايه بصراحه. انا حطيتها كده رنت يعني، ما فنخلي بالنا. خلاص، هنا انا خلاص فركت السمنه كلها بالدقيق او بالخليط الجاف اللي عندي. هعجن بقى بالميه، ميه فتره عادي من الحنفيه، حتى فيها صباعي كده مش عامله زي دمعه العين كده عشان ما تموتليش الخميره. نخلي بالنا، وبقلبها كده بالراحه. انا كل اللي انا عايزاه تقليب، ادخل الميه في الدقيق يبقى عجينه ماشي، انا مش عايزه اعجن. خلاص، فبعمل بص زي ما انتم شايفين كده بطراطيف صوابعي، بقعد الم في العجينه بطراطيف صوابعي. خدت معايا كوبايه ميه بالظبط من نفس الكوبايه اللي انا حاطه بيها المقادير، ما زودتش اكتر من كده. زي ما احنا شايفين كده، نخلي بالنا قوي من الخطوات دي، نعملها بطراطيف صوابعنا، نلمها ما نعجنش. الصوابع زينة ما بتتعجنش علشان ما يبقاش ليها عرق وتبقى من جوه عامله زي العجينه. لا، احنا بنلمها كده بايدينا زي ما احنا شايفين كده، بطراطيف صوابعنا كده، ونلمها. اتلمت معايا تمام اهي. خلاص، انا هسيبها بس 10 دقايق يا دوبك ايه ترتاح شويه، انا مش عايزاها تخمر، انا عايزاها ترتاح. ونخلي بالنا ان احنا كل ما نسيبها تخمر هتنفش معانا في القلي. احنا مش عايزينها تخمر، احنا عايزين بس 10 دقايق العجينه ترتاح معانا عشان تبقى سهله علينا في التشكيل.
انما احنا لو سيبناها خمرت معانا هتنفش معانا قوي وهتعلى، واحنا مش عايزين كده. خلاص يا حبايبي انا هسيبها 10 دقايق وهرجع لها تاني. هنغطيها، انا غطيتها هنا بالاسترتش، انت ممكن تغطيها باي كيس تلاجة عادي وفوطه نضيفه وتركنيها شويه على جنب مده 10 دقايق بس. احنا كل ده كان الشربات، انا كنت عامله الشربات من بدري حاطاه يسقع. خلي بالنا ان لازم الشربات بتاعها يكون ساقع عشان تطلع معانا مقرمشه من بره وطريه من جوه. انا هنا بشكلها، بتتشكل بطريقه سهله جدا. بنعمل كور صغننه زي الليمونه كده، وبعد كده بديت القطاعه بتاع اسمها ايه، التشكيله بتاعت الكحك، البصمه بتاعت الكحك. فانا بعملها كده عليها بفردها خالص الاول، وبعد كده ببدا ابرمها معايا. هوريكم اكتر من واحده عشان تعرفوا تعملوها. لو انا مش موجوده عندي البصمه دي اعمل ايه؟ هجيب الشوكه. انا كنت قبل ما بجيب البصمه دي كنت بجيب الشوكه بعملها على الشوكه عادي، بس معلش راحت عن دماغي خالص ان انا اوريها لكم بصراحه. خلاص يا حبايبي انا ببططها كده، وبعد كده ببرمها كده بايديا. بتطلع معايا بالشكل ده، مفرغه من جوه واخده شكل من بره، عشان تبقى شكل اللي احنا بنجيبه من بره وتستوي معانا تبقى شكلها حلو وطعمها كمان حلو. خلاص، من اكتر الحلويات اللي احنا بنحبها في البيت، وسهله جدا وسريعه وما بتاخدش معانا اي وقت خالص، وبجد بتطلع حلوه قوي. خلاص هنعمل كل الكميه اللي معانا زي ما احنا شايفين. بعد ما نخلص الكميه اللي معانا كلها بنروح نسويها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. خلاص انا بعمل الكميه كلها معانا زي ما احنا شايفين. انا هنا جهزت الشربات، والشربات معايا ساقع، وخلاص الكميه كلها جهزت معايا. لازم يكون معايا زيت سخن على النار، ما يكونش بارد. انا مش عايزاها تشرب زيت، لان لو شربت زيت مش تبقى احسن حاجه. خلاص هنا كان لسه الزيت لسه دافي، لسه ما سخنش. اول ما اتاكد ان الزيت سخن معايا هبدا انزلها كلها واقليها. بتتقلي بزيت سخن علشان تبقى مقرمشه من بره وما تشربش معايا زيت. خلاص هنا كانت خلاص جهزت معايا، الزيت بقى جاهز معايا زي ما احنا شايفين كده، بيطلع القطيع بتاعته ديت. هبدا انزل الكميه اللي معايا كلها لغايه لما تاخد الطاسه. خلاص هقليها بالطريقه دي، سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. ببدا اقلي الكميه كلها معايا، هي بتاخد لون بسرعه. اول ما تاخد لون معايا ابدا اقلبها، ونخلي بالنا ما تحرقش مننا، وفي نفس الوقت ما نطلعهاش فاتحه، لان لو طلعناها فاتحه هتبقى معجنه عامله زي العجينه كده، هتبقى طريه من بره وطريه من جوه. فاحنا مستنيه تاخد لون اللي هو البني الفاتح او الذهبي الغامق. خلاص انا هنا بخليها تاخد لون معايا شويه زي ما احنا شايفين، خدت لون شويه اهي. بدات اطلعها واحط باقي الكميه معايا. الكميه دي عملت معايا كميه حلوه او محترمه زي ما احنا شايفين. انا دي كانت اول كميه طلعتها، ودي تاني كميه. بحطهم في الشربات البارد وبسيبها، يعني بفضل اقلبها في الشربات كويس، ما بسيبهاش في الشربات كتير علشان ما تطرش معايا. وخلي بالنا الشربات يبقى تقيل ما يبقاش خفيف. يا ريت اللي وصل معايا لغايه هنا ما ينساش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه، ويسيب لي تعليق حلو كده زيه، يسيب رايه ويقول لي ايه رايه في الوصفات. يا رب تكون وصفاتي بتعجبكم وخفيفه على قلوبكم، وطريقتي في الشرح بتاعها يكون بيفيدكم فعلا. ولو حد شايف اي ملاحظه او اي حاجه يا ريت يسيبها لي ويسيب لي كومنت في التعليقات عشان اقدر اضيف الجديد للقناه. خلاص يا حبايبي زي ما احنا شايفين طريه جدا من جوه، وبجد كانت مقرمشه من بره وطعمها تحفه. يا رب تجربوها وتعجبكم، واسيبكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.